إن الأمن والتنمية عنصرين في معادلة طرفيها التطور ورفاهية المجتمع، فرهان التقدم والرقي يتطلب توفير الأمن في مفهومه الواسع والعميق، بالإصرار على التصدي بكل حزم وعزم لكل التهديدات داخلية كانت أم خارجية. فالجيش الوطني الشعبي وضع نصب عينيه أمانة الوطن، متمسكا بقوة بمقومات الأمة وقيمها الروحية الوطنية، وفيا لتاريخه العريق ومآثر سلفه من الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار. أخذ بكل أسباب القوة والتفوق بالتكوين والتجهيز والتمكن من إرساء منظومات دفاعية قوية تجاري الديناميكية والحركية المطلوبتين جراء التحولات العميقة في المجال التكنولوجي، وفق استراتيجية واضحة المعالم والأهداف ترمي لرفع وتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية. إن رفع التحدي لمواجهة كافة أشكال الإرهاب والجريمة المنظمة المرتبطة بالتكنولوجيا المعلوماتية والوسائط المتعددة التي أصبحت منبرا للجماعات الإرهابية والمتطرفة وبث الأفكار المسمومة، يترجمه إرادة وحرص القيادة العليا للبلاد لضمان استقرار الجزائر في كامل ربوعها ومجابهة الفكر المتطرف ورسائل الكراهية والعنف الداعية لممارسة الأعمال التخريبية ونشر الفتنة بين أبناء الوطن الواحد. وذلك ما يستوجب إرادات قوية وعزائم لا تلين، وإصرار أكبر على إتمام الواجب الوطني بكل قوة واقتدار ونجاح، حتى تبقى الجزائر محروسة برجال الجيش الوطني الشعبي سري الجيش التحرير الوطني وبكافة أبنائها الوطنيين المخلصين الذين تشرفوا بحمل رسالة أسلافهم الميامين واعتزوا باستكمال مسيرتهم الغراء. وتم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء ترابنا الوطني وعلى طول كافة حدودنا. إن أمن وسلامة وطننا يبقى الانشغال الرئيسي للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، التي سطرت استراتيجية استباقية وبخطوات شجاعة قائمة على عصرنة قواتنا المسلحة وتعزيز القدرات القتالية والعملياتية لمختلف وحداتنا، والمضي قدما في سبيل تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على فلوله من خلايا الدعم الصاحية منها والنائمة من المهربين وتجار المخدرات والخونة أعداء الوطن. فالقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي اعتمدت التواجد المستمر والمتواصل في الميدان توجيها للأفراد والوحدات القتالية ودعما قويا لمجهوداتهم وتعزيزا للروح القتالية لديهم وتحسيسا لأفراد قواتنا المسلحة بجسامة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أبناء وطنهم، وهو ما يطلع به أفراد الجيش الوطني الشعبي بكثير من الحس المهني العالي والمسؤولية التي ما فتئت تطبع تضحياتهم لينالوا بذلك شرف خدمة الوطن، وليجدوا في كل مرة الاعتراف والتقدير من لدن القيادة العليا للبلاد التي تقدر هذه المجهودات والتضحيات حق قدرها بتوفير الدعم والتكفل بمحيط أفراد قواتنا المسلحة مهنيا واجتماعيا. فالجزائر أمانة في أعناقنا جميعا، وهي وديعة الشهداء الأبرار، فما لنا إلا أن نحفظ الأمانة وأن نصون الوديعة وأن ندافع عنها حتى آخر قطرة من دمائنا.